اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست اللطيف والقهوه القعده الخفيفه. معانا حسام نبيل المره الثانيه، حقيقي مبسوط ان هو معانا برضو تاني. ببدا دايما ببدايه برامج قوي. كام سكر؟ خلاص بقى انت حفظت السيستم. المره اللي فاتت ما كانش حلو، خليها معلقه النص. معلقه سكر كامله، اتفضل. دي نص معلقه الا نعناع ولا من غير؟ بنعناع طبعا. بنعناع طبعا، بايدي طبعا. بايدك الجميله. الموضوع ده لذيذ جدا. انا عايز افضل كل مره اعمل شاي. خلوني اعمل شاي في البرنامج، دي حاجه لذيذه قوي. اتفضل. ودي شغلانه مهمه بالمناسبه. دي شغلانه لذيذه. بص، احنا الحلقه اللي فاتت اتعرفنا عليك وعلى البيزنس بتاعك، وقلت لي بتشتغل 5 شغلانات. 5 شغلانات. وقلت لي عندك اولاد، سوري، قد ايه؟ عندي يوسف في ثانيه ثانوي. ده طب يعني فانت راجل عندك اسره وعندك شغل. احكي لي يومك بيمشي ازاي في وسط الزحمه بقى، الحاجات دي كلها. ده سؤال واسع قوي. يومي بيمشي ازاي؟ يعني منظم وقتي ازاي مثلا، ولا اللي هو بعمل ايه في يومي كل يوم؟ بتعمل ايه في يومك؟ يعني اليوم المعتاد. كلنا عندنا ايام يعني مختلفه قوي، بس قصدي اليوم اللي بيحصل كتير يعني غالبا ايه؟ بتصحى تروح الشغل يعني، فاهم؟ كلنا عادي بصحى الصبح، باخد وقت شويه كده اصلي، وبعدين اروح الشغل. تصحى بدري؟ وبعدين انت حد بتصحى بدري؟ يعني بصحى ما بين 6 ل 7 الصبح. ده بدري. ده بقى متاخر، انا كنت بصحى 5 الفجر الاول، بس لولا ان انا كبرت في السن شويه طبعا فبقيت 6 7. فبصحى 6 7 كده على بال ما اخلص الحاجات اللي في البيت بقى، واقعد واخد وقت شويه مع ربنا وافطر. فبنزل مثلا نقول على الساعه 9 كده. ارجع البيت بقى من اول 5 وانت طالع. ممكن مره ارجع البيت 6، ارجع 7، ارجع 8، ارجع 9. ملهاش قاعده ثابته يعني. 5 6 ده بتكون خلاص شغلك؟ 5 6 بكون خلصت شغلي. و5 شغلانات؟ اصل انا بحس ان احنا بنشتغل شغلانه واحده وبرجع 10 بالليل. استنى، ال5 شغلانات مش بعملهم كل يوم. اوكي. يعني ليهم مواسم. يعني الشغلانه الاولانيه دي اللي انا بروحها كل يوم، ال4 شغلانات التانيين ليهم مواسم. يا اما مره كل اسبوع، يا مره كل ترم في الكليات، يا اما بالكورس، يا اما حسب الاحتياج في الشركه التانيه. فمش كل يوم بعمل 5 يعني. بس يعني ما عندكش روتين قوي ثابت، لكن بتحاول بس ان انت على حسب احتياج اليوم بتظبطه يعني. بص، ما ينفعش اقول ان انا اليوم روتين، لكن في بعض الروتينات الثابته. يعني اليوم. انك تفطر تفتكر ده ما يعني يتعمل يوم او يوم لا. اوكي. هفطر خلاص. ان انا اخد وقت اقعد فيه مع ربنا شويه واصلي، لا ده لازم كل يوم. لكن مش هشتغل ال5 شغلانات كل يوم. مش هعمل الزيارات اللي بعملها لناس كل يوم. مش هروح بعض الاماكن كل يوم. فبتتجدول، وهنا بقى يجي دور الجدول يعني في حياه الانسان. بتعمل جدول؟ انا ما اعرفش اعيش من غير جدول. يعني بجد؟ بص، انا جه وقت مثلا مراتي مش عارفه انا فين دلوقتي، فانا عملت فكره لطيفه قوي. عملت كالندر على جوجل، حطيت فيها كل المواعيد والمشاوير وشيرتها مع مراتي عشان تبقى عارفه انا فين دلوقتي. اما تبص في الساعه 7، حسام في الحته الفلانيه، خلاص. بريبورت يعني انا موجود فين مع مراتي. طب انا بحس، او يعني مش عارف، حاسس ان في ناس كتير بتحس كده ان دايما احنا متسربعين ومتاخرين. يعني انا بصحى الصبح مهما صحيت الساعه كام، ورايا حاجات كتير وعايز الحق. يعني بحس انه انت قلت لي انك مثلا بتصحى بتاخد وقت وبتقعد تهدى وبعدين بتفطر. ده انت رايق جدا. انا حاسس ان انا عمري ما بلحق اعمل ده. انا دايما بصحى يا دوبك البس وانزل الحق المواصلات ونرجع هي مش رايق ولا حاجه. هي انت عندك تنظيم للوقت بتاعك مش اكتر. يعني انا عارف هصحى الساعه 6، ما انا لو صحيت 8 هبقى متسربع. اوكي. لو صحيت 8 فهمت. او صحيت 9 هبقى متسربع ومتكربج. بس انا خلاص ظبطت ان انا اصحى 6 عشان في حاجات عايز اعملها من 6 ل 7 ومن 7 ل 8، وبعدين هبدا انزل من 8 ل 9. فخلاص في نظام محطوط لليوم، في تاسك ليست، في تو دو ليست موجوده، ومش مش بخترعها النهارده وانا هعملها النهارده. هي بتبقى متبيت عليها من امبارح او اول امبارح. فلو انت نظمت يومك انت مش هتبقى متسربع، لانك هتعمل كل حاجه في الوقت اللي انت خططت له بمنتهى البساطه يعني. عندي سؤال في الحته دي. طب على اساس ايه بتختار الاولويات في الليست دي؟ يعني عشان افهمك قصدي، انا ببقى عايز اصحى بدري، بس انا بعد ما بخلص شغل الساعه 10 بالليل عايز اقابل صحابي والشباب ونقعد على القهوه بقى فعلا. حط تقابل صحابك في التاسك ليست بتاعتك. هتبقى 2 بالليل، مش هصحى 6 الصبح دي. فاهم ما بقى؟ تحطهاش 2 بالليل بقى. حلو. هنا بقى يجي دور في يعني ماتريكس كده او مصفوفه اسمها ايزنهاور. ما هي اسم يخض شويه. بس هي هتلاقيها بسيطه قوي. الماتريكس دي فيها 4 مربعات. في مربعين على ضلع كده اسمه الامبورتنت او الضروري، وفي الضلع الثاني اللي هو الارجنت او الطارئ. اوكي.
ونتيجه مش ضروري وضروري ومش طارئ وطارئ بيطلع 4 مربعات. ازاي هتتعامل مع كل مربع في دول؟ الحاجه اللي مش ضروريه ومش طارئه اصلا ما تعملهاش خالص. يعني مش ضروري ومش طارئ ان انا افتح الفيسبوك واتفرج. مش ما تفتحش الفيسبوك وتتفرج. اعمله في وقت فراغ، يعني حاجه انت بتسلي بيها وقتك. بس لو هي في التاسك ليست اكيد انا مش هكتب هفتح الفيسبوك. اكيد مش. ليه؟ لانها لا هي ضروريه ولا هي طارئه. صح. طيب الحاجه الضروريه ومش طارئه، الامبورتنت but not urgent، دي حط لها جدول بعيد. يعني هعمل ده يوم الثلاث الجاي الساعه 4، هعمل ده يوم الاربعاء الجاي، عايزين نروح نزور طنط اعتدال ونتغدى معاها. اوكي. فطنط اعتدال مش لازم نزورها النهارده. بس انت حاطط دي حاجه مهمه. هي حاجه مهمه اصلا. ان ايه هو الحاجه المهمه؟ الحاجه الحاجه اللي انت لازم تبقى فيها. الحاجه المهمه هي الحاجه اللي انت لازم تبقى فيها. الحاجه الارجنت هي الحاجه اللي تنفع تتاجل ولا ما تتاجلش. خلاص. فانا مهم اروح ازور طنط اعتدال ونتغدى معاها، بس مش لازم تعمل النهارده. فدي important but not urgent، هجدولها على المدى المتوسط او البعيد. نيجي بقى لحاجه مش مهمه، يعني انا مش لازم اكون فيها بس هي urgent. انا في الشغل وسمعنا خبر وفاة حد من الناس ولازم حد يوجد دلوقتي، بس مش لازم انا اللي اوجد، ممكن ابعت مراتي، ابعت واحد يمثلني. خلاص. فدي ارجنت، دي ضروريه، حد مات دلوقتي لازم نروح للعزاء يعني، بس مش مهم انا شخصيا ابقى موجود فيها. فدي باللفظ ديليجيت او فوضها لحد تاني. نيجي لاخر مربع بقى، مربع الرعب، اللي هو حاجه مهمه انا لازم اعملها وحاجه ارجنت لازم تعمل دلوقتي. دي اللي حطها بقى في التو دو ليست بتاعتك، خطط لها في القريب. تخطيط القريب هو التو دو ليست بتاع اليوم. ده اللي انت هتصحى تعمله بكره. فين بقى المشكله؟ ان احنا بنقوم زانقين كل حاجه في حياتنا في الامبورتنت والارجنت، فانت لا بتعرف تخطط لها، ولما ما بتعملهاش بتحس انك انت فقدت السيطره على حياتك. ما انا بحس انه يعني في اللحظه دي كل مره هاجي على نفسي بقى، هاجي مثلا، مش هاجي على نفسي، هاجي على حته الخروج مثلا او ان انا اتفسح، ما هي عمرها ما هتكون ارجنت. وهي فعلا مش ارجنت. هبقى هفضل اجلها ومش هتحصل. ما هو لو انت ما خططتهاش وقلت انا هخرج الثلاث الجاي الساعه 7 مع اصحابي، يبقى انت مش هتخرج وهتفضل تاجلها. ما هو كلمه السر خطط لها، ما خططتلهاش مش ما تطنشهاش، ما تطنشهاش، خطط لها. بس مش لازم تخطط لها النهارده، يعني مش لازم تحصل النهارده، لكن خطط لها كمان يومين 3، فهتستمتع بيها، هتعملها، مش هتبقى اتحرمت منها، بس ما دخلتش في مزنق الامبورتنت والارجنت اللي هو لازم تجدوله النهارده. طب انت شايف ايه الحاجات، يعني مش يعني بالنسبه لك على الاقل ايه الحاجات اللي لا مهمه، الحاجات اللي انت الاولويات، يعني لو كاني عايز اقول اولويات في الحياه، يعني ان جنرال ايه الاولويات؟ ده سؤال واسع قوي. الاولويات لليوم بتاع النهارده ولا الاولويات عموما؟ ما هي الاولويات بالنسبه لي هي الحاجات الامبورتنت، يعني ما بين مش مهم ومهم، هي ما تبقاش برضو 1 و0. هي بتبقى مش مهم خالص، مش مهم نص نص، مهم قوي. فتدريج المهم ده هو اللي بيحط الاولويات بتاعتك. فاهمني؟ فاهم. فان انا اشتغل ده مهم، ان احنا نزور طنط اعتدال ونتغدى معاها ده مهم شويه، مش مهم قوي. خلاص. ان احنا نخرج نتفسح ده مهم نص نص. فاكوردنج للسكيل بتاع المهم ده، انت ده الاولويات اللي هتجدولها، ولو ما جدولتهاش مش هتعرف تعملها. طب هل الناس اللي بنشوفهم بقى على السوشيال ميديا اللي هو ايه، تلاقي 4 الصبح بيجري، 5 سباحة، 6 في الجيم، ده 6 الصبح ده انا ببقى دوبك نايم اصلا، 7 بيفطر، 8 بيعمل كل حاجة في اليوم، هل ده عملي؟ هل بجد في حد بيعرف يعمل كل الحاجات دي؟ فين الخدعة بقى اللي احنا شربناها؟ فين؟ انك انت افتكرت ان اليوم اللي صورهولك ده هو ده اللي بيعمله كل يوم، فانت فهمت انه ده الروتين اللي ملا جدوله من اول ما صحى لغايه ما نام، هو نفس الروتين اللي بيعمله كل يوم، وده مش حقيقي، مش هتعرف تعمله. بس انت بتبقى شايف قصدي نتائج، يعني انت هو بتلاقي صور شخص لك جسمه يوم. رياضي وتلاقي شكله يعني هو صور لك يوم من حياته، انت بقى اللي ترجمته جواك ان ده بيحصل كل يوم. يعني هو اكيد ممكن يكون بيروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، 4 مرات في الاسبوع، انت ترجمتها جواك ان هو بيروح كل يوم في الاسبوع. انت شفته بيعوم لما صحي، فانت فهمت انه بيعوم كل يوم، ممكن يكون بيعوم مرتين في الاسبوع،
ده اللي انا بحاول اقوله لك. انت ما بين الاربع مربعات انت هتختار شويه حاجات تجدولها على مستوى اليوم او المستوى القريب او المستوى المتوسط او المستوى البعيد، بس مش معناها ان هو بيعمل ده كل يوم. طيب يعني ده موديني لحته انه احنا بيبقى عندنا شويه، ما اعرفش جت منين بصراحه، دلوقتي بفكر معاك الستاندردز كده، يعني ان انا لازم يكون جسمي رياضي، كويس. ولازم اكون بخلص 3 كتب في الاسبوع، ولازم اكون عندي علاقات كتير، ولازم اكون عندي صحاب، ولازم اكون لذيذ يعني بحس، ولازم اكون شاطر جدا في شغلي. فهل الستاندردز دي، يعني بحس شويه ان الستاندردز دي هي اللي بتعمل لنا بريشر ان انت محتاج تعمل ده، ده حقيقي. والحاجات دي كويسه، بس هل هي يعني قد ايه هي براكتيكال، وقد ايه هي صح، وقد ايه بجد ده بينجح؟ طيب خليني اتناقش معاك في الحته دي، في انه من كل اللي انت قلته ده مفيش اي حاجه غلط، حلو، الحمد كلهم لله. حلوين وصح. كويس. المشكله فين بقى؟ المشكله في انت بتعملها ليه وازاي. الحلقه اللي فاتت قلنا انا عندي وات واي وهاو. انا بعمل ايه، بعمله ليه، بعمله ازاي. ماشي. ان انا جسمي يبقى رياضي، تعال ناخد مثال من اللي انت بتقوله. ان انا جسمي يبقى رياضي دي حاجه كويسه جدا، صح؟ هل جسمي يبقى رياضي لان المفروض جسمي يبقى رياضي لان الناس اللي شكلهم جميل وعاملين فورمة الساحل بس هم اللي هو ده بقى اللي خلق الستاندرد في الثقافة فانا هعمل كده عشان كده؟ دي مشكلة. ولا انت هتخلي جسمك رياضي عشان تعرف يبقى عندك صحة، تقوم وتشتغل كل يوم وتبقى عندك فيتنس. انت عايز جسمك يبقى رياضي عشان تطلع السكس باكس اللي انت هتفتخر بيهم وتتمنظر بيهم قدام الناس، ولا انت عايز جسمك يبقى رياضي عشان يبقى عندك القدرة انك تكمل حياتك؟ فواي انت عايز ده ليه؟ لما تجاوب لنفسك واي انت عايز ده ليه، هتعرف انت هتعمله ازاي بقى. هيفرق ايه؟ هل هقول في هيفرق الحالتين ايه؟ هلعب رياضه. لا مش في حالتين هتلعب رياضه، في حاله منهم هتبقى عندك هوس الرياضه، مش هتلعب رياضه. هوس الرياضه انك انت لو ما خدتش البروتينات والاحماض الامينيه واتمرنت 5 ساعات في اليوم وما طلعوش السكس باكس دول وما بقتش يعني حياتي باظت. امور في الساحل، انت بقيت مستعبد للرياضه وعندك هوس الرياضه. فده ازاي؟ ده الهاو. لكن لو انت بتفكر ان هو ده اللي هيساعدني امنتين صحتي وامارس يومي بنشاط، مش هتتمرن 5 ساعات في اليوم ومش هتاخد احماض امينيه تنفخ عضلاتك. نص ساعه بقى خلاص. نص ساعه هتجري، هتلعب، هتعمل سويدي في البيت، هتروح الجيم، بس خلاص بقى ليها وقت في الجدول محدد مش مهووس بيها. فده الهاو. اوكي. قيس على ذلك كل حاجة بقى من ضمن الحاجات اللي الثقافة حطتها علينا بريشر على انه ستاندرد زي ما انت بتقول كده. لا لازم، وعلى فكره يعني من ايام زمان واحنا اتربينا على كده، انت لازم تخلص طبق الرز لغايه اخر رزه، لازم تبقى كرش. تجيب العكس بالظبط. لازم تجيب، مع ان سبحان الله لازم تخلص طبق الرز من غير ما تبقى كرش. من غير ما تبقى ازاي كرش. بقى توفق الاثنين دول؟ غريبه. ولازم تجيب الدرجات النهائيه في كل المواد، ولازم تطلع الاول، ولازم تبقى الواد الامور النت البت الفت صح. لا، الثقافه بتحط علينا ستاندردز واحنا بنقوم شاربين الستاندردز دي ان هو ده اللي لازم اظهر فيه من غير ما بنسال نفسنا ليه. طب ازاي احط المعايير او المقاييس بتاعتي انا اللي اقيس عليها، او يعني ايه هي ايه الحاجه الصحيه يعني في الموضوع ده؟ حلو قوي. هنا ابتدينا في سؤالك اول نقطه الحل، لانك قلت انا عايز احط المعايير بتاعتي. ماشي. مش معايير الترند، مش معايير السوشيال ميديا اللي اتفرضت عليا. ودي اول نقطه في الحل. افهم وغير عقلك ان المعايير اللي اتفرضت عليك في السوشيال ميديا مش لازم تبقى معاييرك انت. انت عندك المعايير المناسبه ليك في حياتك. فمعيار الصحه ده معيار مهم. هتعمله ازاي؟ هلعب شويه رياضه باي شكل كان، مش لازم اروح الجيم ابو منظر جامد انزل العب قوي. كوره. انزل العب كوره، عوم شويه، انزل اتمشى، اعمل تمرينين ضغط وسكوات في البيت وزي الفل. انت في الاخر عايز تحقق ايه؟ عايز تبقى بتحقق ذاتك وتحقق دعوتك وتحقق معنى حياتك بانك تشتغل. اوكي، انا هدور على الشغلانه زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت اللي المفروض اشتغلها وتحقق معنى الوجود بتاعي واكون بفيد بيها المجتمع. وبناء على معاييرك انت دي انت هتقدر تجدولها. تاني، انا لو حددت معاييري من غير ما اجدولها انا هفضل حاطط ايدي على خدي ومتحسر ان الوقت بيضيع وما بعملش حاجه. يعني عشان ابقى فاهم، تقصد معاييري دي يعني اقعد اشوف انا ايه المهم بالنسبه لي وايه اللي انا عايز اوصل له. بالظبط. اشكرك. بجد اللي انا بجد عايز اوصل من له. ابو حقيقي.
ده صعب من ابو حقيقي ده. هو طبعا صعب. ليه؟ لا طبعا صعب، لانه كلنا اكيد عايزين نبقى شكلنا حلو في الساحل اكيد. وفي قاعده اجتماعيه علماء الاجتماع عارفينها، حاجه اسمها البير بريشر او ضغط الاقران. يعني ايه ضغط الاقران؟ على فكره ودي بدات من زمان قوي. يعني بنت خالك اتقدم لها عريس وجاب لها شبكه بجزم ب50، انت مش اقل منها ان تتقدم لك نفس عريس 60 بقى و60 بقى، فاحنا بنعلي على بعض. صح. فده اسمه البير بريشر. لا عادي، هي تقدم لها عريس بشبكه 50، عادي انا ممكن يتقدم لي عريس ونجيب دبلتين ومحبس، ما فيهاش حاجه، ودبلتين من غير محبس كمان. يعني انت ما تعرفش يعني ايه محبس؟ ده ايام زمان عارف دبلتين. دلوقتي بقى خاتم السوليتير. اوكي هو ده المحبس يعني. يعني ده المحبس. فلا مش لازم عشان فلان عمل يبقى انا بعمل. انا بعمل المناسب ليا، انا بعمل اللي يتناسب مع قدراتي، وانا عايز اعمل ده ليه، فهعمله ازاي. عندي طيب حاجه بخاف منها قوي. انا بخاف ان انا اقوم مسحول في هدف، في شغل، في حاجات، وفجاه الاقي نفسي اهملت حاجات كتير. يعني مش قصدي ان انا اهملت ده، بكلم مش بس دلوقتي على يوم، كلم مثلا بعد فتره، ايه ده انا ما قابلتش الناس دي، ايه ده انا اهملت في علاقاتي، ايه ده اهملت في جسمي. يعني بما انك اكبر مني سنا شويه، فهل ده كده هيحصل ولا كده ازاي هيحصل. اتفاداه يعني؟ كده هيحصل. كده هيحصل. لانه بص، ازاي تتفاداه؟ حط المواضيع قدامك على الرادار. يعني ايه تحطها على الرادار؟ محتاجين نتعلم نكتب. ماشي. يعني ما تحتفظش بالمعلومه في دماغك. كل ما تجيلك فكره افتح ورقه وقلم واكتبها. ولو انت مش من حاملي الورقه والقلم، افتح النوتس بتاعت التليفون واكتبها. والنهارده التليفون بكل الاوبريتنج سيستم بتاعه فيه نوتس. في نوتس. فما تسيبش معلومه في دماغك، اكتب مبدئيا. ليه تكتب؟ لانك الحاجه لما ما بتكتبهاش ما بتشوفهاش قدامك، لانها هتيجي فكره في دماغك وتطير. فاكتب اللي منه هتاخده وتعرف تجدوله على مستوى اليوم او المستوى المتوسط او المستوى القريب، خير وبركه. هل هتجدول كل حاجه عشان نبقى واقعيين؟ ما انا كده برضو هبقى بجري وبتعصر، وده اللي احنا كنا ما لا، جدولها عشان ما تتعصرش. بص، العصره بسبب ان احنا ما بنجدولش، مش العصره بسبب ان احنا ما بنعملش. اوكي. انت معصور لانك عايز تعمل كل حاجه دلوقتي. فاللي بيعصرك انك مش بتجدول حاجاتك، مش اللي بيعصرك ان في حاجات انت عملتها وحاجات لا. لانك لو انت شفت انك عملت حاجات لما جدولتها، هتبقى شايف برضو ان في حاجات لا وان شاء الله هجدولها، فانت برضو مش هتتعصر. فالعصر لانك ما جدولتش، مش لانك ما عملتش. اوكي. طب الحاجه اللي انا بقى بخاف منها دايما وبتحصل معايا دايما، ان انا بقوم منظم وقتي واعمل جدول وبتاع، لحد ما بيجي دروب بقى وبقوم واقع والدنيا بأحبط احباط، وخلاص بقى ده بياخد قدامها شهرين 3 احباط. عادي. عادي ان انا احبط؟ لا عادي انك تقع، مش عادي انك تعبط. بص، انا بدرس ماده في الكليه اسمها بروجكت مانجمنت. اوكي. بروجكت مانجمنت يعني اداره مشروعات. طيب، في ناس بتعمل مشروعات من غير ما تحط خطه للمشروع كمدير المشروعات، ولانه فكر بالطريقه دي، لكن وعمل خطه قبل كده وما عرفش يتبعها، فقال لك طب ما انا كده ما بعرفش اتبعها، اعملها ليه؟ فعشان ما اضايقش نفسي يعني. فما اضايقش نفسي. بس هي الخطه ما بتتعملش عشان تتبعها بالحرف. الخطه بتتعمل عشان تبقى مرشد ليك ايه اللي وراك، مش عشان تتعمل بالحرف. تعال ناخد التطرفين. ماشي. انا هعمل خطه عشان امشي عليها بالحرف. غالبا مفيش حد في العالم عارف يمشي على خطه بالحرف، لان حتى في علم اداره المشروعات في حاجه اسمها الديفيشن او الانحراف. انا كنت مخطط اعمل كذا 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 بس حصل انحراف. شطارتك في حاجتين: تلقط الانحراف من بدري عشان ما يكملش في حته بعيده. ما اقصدش انحراف خلقي، اقصد يعني ديفيشن عن البلان. وانك لما تلقطه تبدا تصححه. بس انك تتوقع انه مش هيحصل، انت متوهم. فاللي توهم انه مش هيحصل هذا الديفيشن وخطط ومعرفش يقابل الخطه، قال لك فكها يا عم من الكلام الفارغ ده، يلا نمشي بقى كده ايه على الله. مع ان على الله دي المفروض كلمه حلوه بس يعني احنا استخدمناها في ان احنا نقول مهلهلين وبدون خطه يعني همجيين مهرجلين. فهمشي همجي ومهرجل. اللي هيمشي همجي ومهرجل مش هيعمل حاجه في حياته ومش هيعرف يحقق اي حاجه في حياته. طيب نرجع بقى للمبدا. انا بعمل خطه عشان تبقى جايد، تبقى مرشد ليا انا ورايا ايه. هل هتقع فيها؟ هقع فيها. هل مش هعرف اميت البلان قوي او اعمل الخطه زي ما المفروض؟ شطارتي زي ما قلت لك، القطها بدري وصلحها. بس لو انت عملت الخطه عشان تمشي عليها بالحرف، ابقى قابلني، مش هتعرف. طب هل لو انا مثلا حطيت يعني اوفر هيد في الموضوع، او يعني خليت بدل ما الحاجه دي تاخد ساعه اديتها ساعتين، ده بيسموه ده حل يعني؟ بيسموه احتياطي او كونتنجنسي. بس ده مش الحل بتاع ان هي كده وده ما بيحلش حل انها برضه هتبوظ.
طب ما انا هتضايق، ما هي هتبوظ، ما انا مش هتحصل يعني. ما انت بتتضايق ليه؟ انت بتتضايق لانك حاطط في دماغك فكره وما بتحصلش، بس لو انت صلحت الفكره مش هتتضايق. النهارده لو انا توقعت انك هتجيب لي فرخه مشويه ودخلت لي بكوبايه الشاي دي هتضايق، صح؟ شكرا يعني. بس لو شكرا توقعت لا خلاص مثلا لو توقعت انك مش هتجيب لي حاجه واديتني كوبايه الشاي دي هفرح بيها. فانت بتتضايق بناء على توقعك. لو انت فهمت انك هتعمل بلان كجايد ليك او مرشد ليك، وانك هيحصل انك هتقع بس تصلحها، مش هتزعل. بس لو حاطط في دماغك انك هتعملها وتمشي عليها وحصل وقع، هتزعل. صح. بس هو وقت خلص، بس انا شايف ده وقت ان احنا نروح نجيب فراخ فعلا مشويه، عشان يعني انا حسيت ان يلا. الفطار ما كانش قوي. يلا بس نتغدى. يلا شكرا يلا جدا.